الست اللي في الفيديو اللي فات اللي احنا حكينا عنه، اللي هي كان جوزها بيبهدلها وجات وجوز على عفشها وطلقها غيابا في المحكمة، هي غضبانة عند أهلها، ظلم وافتراء. جت مجاومة محامي، هم اشتروا المحامي بتاعهم عشان هم ضعاف، معاهم ربنا، الضعيف معاها ربنا. اما اشتروه جه ناس اتدخلت، ناس طيبة بيعملوا لله عشان عفش البت ده وحق البت ده ضاع، اتدخلوا عشان تاخد عفشها، تاخد عفشها. ناس ولاد حلال ليه يكرمهم ربنا اتدخلوا. اما اتدخلوا عملوا قعدة عرفية وحددوا يوم عشان تروح تجيب عفشها وحاجتها اللي في الجايمة بتاعت. راح حددوا يوم وراح. اما راحوا جابت بقى عربيات وكده، وابوها جاب عربيات وراحوا يجيبوا العفش وهو يفرزوه ويشوفوه، اللي اتكسر اتكسر واللي راح راح واللي كده، بس هيشوفوه بردك عفشه. جه الراجل ابو العريس، ابو جوزتي، كان جوزتي، جه يوم عشان يخش البيت علشان يجيبوا العفش ويفرزوه، ما خلاهمش دخلوا البيت خالص، وقفهم برا، مع ان ده قريب امه، شفت الناس اللي عندها اصل، شفت الناس الاصل وصل لايه، وجايين من اخر الدنيا، بينهم وبين سفر 4 ساعات، يوقفهم برا ويتنهم مطلع لهم العفش ويقول لهم افرزوه في الشارع، افرزوه في الشارع، يبصوا على حاجة بتهم يطمنوا ويتمنوا العفش، تمنوا الخشب، ابنه طبعا متجوز عليه، تمنوه على مزاجهم. في حاجات خدوها وادلهم الفلوس بتاعتهم عشان نجوز ابنه بيه، جوز ابنه بعفش بتاع مرات ابنه اللي هو طلقها في المحكمة، وادلهم فلوس تعويض، يعني ايه، حاجات روتين كده، بس كان عاجبكم. وقعدتهم في الشارع وقعدوا يفرزوا العفش، طلع حصر كده وفرشه وطلعوا يفرزوا العفش. ده لو واحد شحات عنده كان دخله وعطف عليه وهم جرايد. شفتوا الظلم وصل لحد فين؟ الظلم وصل لحد فين؟ حملوا العفش وحملوه وسكتوا، ويجي يقول لهم هاتوا التلاجة، يقول له لا ما انتش واخدين التلاجة، انا هديلكوا فلوس. عايزين يدولها فلوس، مش عايز يديلها التلاجة بتاعتها. وتمنوا الخشب ايه حاجات روتين، حاجات بسيطة كده، وخدت وجم واخدين العفش ومحملينه. اللي عزم عليهم في الغد وعزم عليهم ناس هناك، وهو ما عزمش عليهم بأي حاجة إلا لهم اتفضلوا. شوفوا الأصل لحد فين، فرزوا في الشارع واتبهدلوا ومرمطوا وعبى حاجتهم، ومرضاش يدخلهم البيت، جاب رجالة يطلعوا العفش برا، مخلهمش يخشوا البيت نهائي. إنما ربنا ربنا عنده العوض، وربنا يعوض عليه. والغلبان معها ربنا، الغلبان معها ربنا، ما فيش أحن من ربنا على الغلبان. خلي المفتري يفتري بفلوسه، مش بينفع، محدش بياخد حاجة. وإلي حاجة الولاية، اللي حاجة الولاية دي ما ينجاش عليها أبدا، ولا حد يظلمهم، بس ربنا معاه وهيعوض عليه، عوض الصابرين على خير. بقالنا في المنحية دي بقالنا يجي 2 وأزيد، فربنا يعوض، عنده العوض. وخلي اللي يعقد يشيء، محدش واخد منها حاجة، والله يسهل له ويستمح، وربنا هو اللي هيحاسبه، وربنا هيعوض عليه، ربنا مش هيسيبها ولا هينساها.